اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواتي الأعزاء، اليوم باش نعملوا مقروض في الفرن، مقروض بدون قلي، بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة زادة. مقادير واضحة موجودة في كل بيت، ماهيش مكلفة برشا، معناها نجمو نعتمدوه الحلو هذايا في السهريات متاعنا، سورتو في رمضان. كهو واضح ياسر وسهل وسريع. يلا نشوفوا الطريقة. باش ناخذوا كاس نكيلو به، الكاس السعة متاعي الكاس متاعي يعني باش نكيل به السعة متاعو 300 مليلتر. خذيت 4 كيسين سميد متوسط، مش جويد ومش خشين برشا، متوسط. الكاس اللي باش تكيلوا به معناها السميد والزيت، ماذا بينا يكون الساعة كيما هكا 300 مليلتر على 4 كيسين. كل كاس سميد ناخذوا عليهم غرفة كبيرة بومبي فارينة. حطيت 4 مغارف فارينة، لأن الفارينة باش تعملنا ليزون ما بين حبات السميد. وخذيت عندي شطر ذيك كيس شطر ظرف معناها خميرة حلويات ما يعادل 5 جرامات، معناها مغرفة صغيرة. حطيت مغرفة صغيرة خميرة حلويات تخلينا المقروض متاعنا خفيف شوية وما يجيش يابس. نجمو نعديوهم على الغربال، نخلوهم، نجمو نحركوهم هكا، مش لازم معناها. لهنا ذوبت 150 جرام زبدة وكملت عليهم الباقي زيت، مازالوا دافين شوية مش سخان ياسر. حطيت كيلة معبي على الاخر بالمواد الدهنية. تنجموا تحطوا زيت بركة راهو عادي، تدفيوه شوية وتحطوا نورمال. اللي يحب يحط زيت وفيه مغرفة سمن ينجم زادة. انا حطيت زبدة وشوية زيت، وتو باش نكمل 4 كاس بالزيت، خاطر هي كيلة وربع معناها نستحقه. هنا الكاس بكله تبلنجة في وسط الخليط. معومة. لأن باش نبسو كيما نبسو المقروض العادي. نجموا تعملوا العملية هذه متاع التبسيس قبل بليلة ولا قبل بسويعات، وتخليوه معناها يشربك المواد الدهنية، ولا تنجموا ما تخليوش يرتاح بالكل كاريمون تبسسوا وتخدموا به كيما عملت انا. بيتو باش ناخذوا كيلة متاع ماء، استعملت كيلة كاملة. راهو الماء معناها حسب نوعية السميد. تو نشوفوا انا من بعد استحقيت اني نزيد شوية في الجزء الثاني نتاع معناها تشوفوا حسيلو في الفيديو. استعملت من الاول شطر الخليط هكاكا، وشطر الثاني حسيته شاح برشا وليت زدته شويه. ما نعجنوش، راهو نحلو معناها كيما نقولوا نبداو نفركوا في العجينه تفريكينا فتوا فيها باش الماء يوصل للسميد الكل معناها من داخل، من غير ما نعجنو باش ما يجيناش يابس من بعد المقروض نتاعنا. هنا خذيت ماء زهر 3 ولا 4 ملاعق. عطينا ريحة بنينة للمقروض. كان حسيتوا العجين متاعكم ولا متماسك سي بون، معناها ما عادش يستحق ماء. خذيت شطر العجينة باش نحلها في البلاتو متاعي. لهنا البلاتو هذايا عرضه
طوله وعرضه 30 على 40. راهو ما نحلوش معناها كأننا نعركو باش ما يعملناش العلك ويولي الجلوتين يخدم وتولي لنا معناها العجينة يابسة. نحاولوا هكا نفتتوا شوية العجينة ونحلوها بطريقة معناها تولي متماسكة، تكون لنا معناها طبقة متماسكة. لأن الطريقة هذه سهلة برشا وتربحنا في الوقت، كما معناها تشبه طريقة البسبوسة، باش نحلوها الكل في طبق ونعملوا من بعد كوش متاع الحشوة فاكية وفوقها كوش أخرى متاع سميد، بعد نقصوها الكل ونطيبوها، مش نقعدوا نشكلوا فيهم بالكعبة بالكعبة. تربحنا برشا في الوقت وتسهل علينا. مقروض البقلاوة نجم نقولوا هذا كما نقصوها الكل كما نقصوا البقلاوة، يعني ناخذوا ملعقة ولا سباتول ولا اي حاجه حسيروا نستعينوا بها باش نسمحوا العجينه بتاعنا وتكون معناها بكلها فرد علو وما تكونش بلاصه عاليه وبلاصه واطيه، باش يجيونا بعد الكعبات الكل كيف كيف. دخلتوا للحشو متاعنا اللي خذيت 200 غرام بوفريوه رحيتهم محمصين بالكدا، و200 غرام لوز. اللوز خليته خشين شويه باش يقعد ظاهر في معناها من بعد كي نقص الكعبات يبدا ظاهر. لهنا مش نعملوا لا زهر ولا حتى شيء ولا سكر، خاطر احنا ديجا باش نشحروها من بعد باش يدخلها السكر بالكدا، ما نستحقوش نزيدوا سكر، جوست باش ناخذ شويه انا مارغرين مقدار 2 ملاعق هذوكم معناها ونحاول نبسسها الكل يولي عندي خليط هو مش باش يكون متماسك ياسر، مش عجينه، اما باش يولي هكا مبسس هكا معناها لاهو متماسك لاهو كيما يقولوا شايح بين البنين، اما عادي من بعد يلصق في بعضه الكل بشحور. شوفوا كيفاش باش يكون هذا باش نحطوه في الوسط معناها كطبقه ثانيه اللي هو يتسمى الحشو معناها. نحلوه على كامل الطبق. كان عجبكم بطبيعة الفيديو مادامني متفكرة ما تنسونيش في اللايك، شجعوني باللايك، واللي مازال ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس. كما العادة ناخذوا مغرفة نحاولوا نسمحوا بها الوجه من غير ما نضغطوا ياسر. لهنا الطبقة الثانية شطر البقية متاع السميد انا لقيته شاح شوية زدته شوية ماء هكايا، وعودت هكا حليتهم الكعبات شوية هكا فتحته من بعضه كما نقولوا باش تدخل فيه كمية الماء ذيك، وحليته فوق بابي كويسون بكبر الطبق باش تعطينا الطبقة ذيك، وكا ديريكت نهزوها نحطوها فوق الحشو نتاعنا نسمحوها كالعادة. لهنا كالعادة بمغرفة، اما ما تعملوش ديريكت على العجين خاطر معناها تفسدوا الشكل متاعو. نرجعوا البابي كويسون ونحطوا فوق البابي كويسون ننزلوا عليه، سورتو كل الاطراف والجوانب هذوكم نحاولوا نسمحوهم بالكدا. الزايد اللي طلع لنا نحيوه نحطوه في البلايص الفارغه نعبيو بيه الفراغات. انا خذيت هذايا اللي نقصوا به المقروض باش معناها نرشم به فوق العجينه نتاعي باش يجيني قد الكعبات الكل. عملتهم انا مربعات، نجموا تعملوهم في شكل كعبه البقلاوه كيما المقروض هكا. قصيناها تو نسخنوا الفرن متاعنا على درجة حرارة 180. انا خليته 50 دقيقة
تنجموا تزيدوا حتى درجين اخرين باش يكون اللون نتاعو احمر من هكا شويه، يكون انضج شويه، خاطر من اللوطه حسيتها ما حمرتليش بيدي كيما نحب. ولهنا الشحور نتاعي طاب، و المقروض سخون ولا الشحور بارد. الشحور حطيت 2 كيسان سكر كبار نفس اللي كيلت بهم السميد، عليهم 2 كيسان ماء، عليهم 10 قارص. غلاو درجين، بعد ما غلاو معني خليتهم 10 دقائق، وبعد شحرت بيهم هما باردين. قلت البقلاوة والمقروض نتاعي سخون. لهنا خليتهم شربوا سويعتين ولا 3، ومن بعد خرجتهم. شوفوا الكعبات نتاعنا نجموا نزينوهم من فوق باللي تحبوا. انا عندي كعبات كعبات بندق زينت بيهم من فوق. احنا نقولوا له بندق، هو صنوبر. تلصقوهم بطبيعة بشوية جلوكوز مع مغرفة ماء، ولا تخليهم كيما هما.